أنا بجد باشكر كل أهل اليمن على الأكلة الفخمة الفاخرة دي، بجد تحفة اختراع مندي اللحم أو المندي اليمني بشكل عام سواء بقى لحم أو دجاج. المهم ان هو تحفة يا جماعة، يعني أنا بجد مش قادرة اوصف لكم قد ايه جميلة. تعالوا بقى اقول لكم على الطريقة ازاي تطلعي اللحم المشوي الدايب الجميل ده، تعمليه ازاي في الفرن بخلطة بسيطة جدا، يعني ولا بقى مكونات كتير ولا الزحمة دي، ولا محتاجين الصينية اللي هي المخصصة اللي بيبقى فيه فوقيها الشبكة ولا الكلام ده. اقول لكم البدايل السهلة المتوفرة في كل بيت. بصوا انا بس بوريكم قد ايه اللحمة دايبة وطرية وتحفة مع سلطة اعتقد الصحاوك، يعني يا رب اكون بنطقة صح، يعني مش عارفة انا شفتها مكتوبة وهي مكتوبة كده بالعربي، بس النطق بقى بتاعت اللهجة بتاعت اهل البلد كده ولا لا؟ يعني لو حد يمني بيتفرج على الفيديو يا ريت تصححولي لو انا بنطقها غلط يعني، او حد عارف النطق الصح عامة يقولي. بصوا بقى انا قلت اوريكم كده واجوعكم، ويلا ندخل بقى على الطريقة. اول حاجة بقى عندي التتبيلة بتاعتي بتاعت اللحم. ده لحم جديان، طبعا لو عايزين ضاني عايزين جديان اللي انتوا عايزينه، يعني دي حاجة ترجع لكم، بس ده اللي كان عندي متوفر ويعني موجود بقاله فترة في التلاجة، قلت لازم اعمله بقى. التتبيلة بتاعتي عندي ربع مية بصل يعني بصلاية كبيرة كده عصرتها بعد ما يعني بشرتها وعصرت البشر بتاعها كويس جدا، وشلت بقى البشر وهستخدمه مش هرميه طبعا. وحطيت عليها نص معلقة فلفل اسود، معلقة كبيرة ملح. لو عندك لون زعفران حطي، ما عندكيش انا حطيت كركم وعادي بيأدي نفس الوظيفة. بعد كده بقى سوري طبعا الاضاءة، حاسين كده ان الدنيا غمقت عشان النور كان قطع، بس كملت تصوير بالكشاف يعني. جبت صينية وحطيت بقى ورق فويل طبقة كبيرة كده، وحطيت نص كوباية مية، وبعد كده ورق زبدة. يعني احنا عايزين يبقى فيه فاصل بين اللحمة وبين المية. المية دي عشان تحافظ على ان اللحمة يعني تبقى طرية وحلوة كده وما تنشفش وما تتحرقش مننا. وهدهنها بقى بالخلطة دي من فوق ومن تحت. انا دهنتها الاول وبعد كده حطيتها في الصينية، وبعد كده دهنت كمان ايه الناحية الجهة التانية، يعني ندهنها من الجهتين بالخليط اللي احنا عاملينه. بعد كده بقى نقفلها كويس، يبقى هي متغلفة كويس جدا بورق الزبدة وبعد كده ورق الفويل، وتدخليها الفرن 3 ساعات على الرف الاوسط، ما تحطهاش من تحت عشان انا ما اضمنش تحت تستوي كويس ولا تتحرق. الرز بقى، الرز الاول انا غسلته حلو جدا، اللي هو الرز البسمتي، غسلته حلو قوي، وبعد كده صفيته وحطيت عليه ميه سخنه لمده نص ساعه قبل التسويه. وبعد كده جبت بصلايه، فاكرين احنا بشرناها وخدنا الميه بتاعتها، هي دي حطيتها في معلقه سمنه ومعلقتين زيت وشوحتها، وبعد كده نزلت الرز بتاعي. الرز هنا انا اديله تشويحه كده، وبعد كده هزود الميه بتاعتي او الشوربه، لو عندك شوربه حط شوربه، ما عندكيش يبقى حطي ميه. ميه سخنه. هنحط لكل كوبايه رز كوبايه ميه، بس تقول بسمتي بياخد الضعف، انا نقعته الاول وزاد كتير جدا، شرب جزء كبير من الميه وزاد في ميه سخنه لمده نص ساعه، بتبقى نتيجته افضل. حتى لو زودتي الميه شويه مش مشكله، بس مش لدرجه كوبايتين او كوبايه ونص. يعني انا ساعات بزود كده مثلا ايه 3 كوبايات اروح حاطه معاهم نص كوبايه كمان. وبعد كده بقى التوابل بتاعتي عندي بقى، لو عندك منها حب يبقى افضل، فلفل اسود، حبهان، ورق لوري. كان عندي قرنفل حطيت، بس انا لما كنت عملته قبل كده من غير قرنفل كان احسن، يعني مش عارفه هي اذواق. حطيت قرفه، ما كانش عندي قرفه اللي هي الخشب دي اللي هي من قبل الطحن بتاعها، فحطيت بودر وخلاص. بسيبه زي تسوية الرز العادية لحد ما يغلي يبدأ يتشرب المية، أوطي عليه تماما لحد ما يشرب المية خالص. بعد ما يستوي بقفل عليه وغطي عليه، أسيبه حوالي يجي ربع ساعة كده متغطي عليه والنار مقفولة، بيكون نتيجته أفضل. هنا بقى قلت عشان اللون، انا دايما متعوده اما احب ادي لون واحده واحده، يبقى الرز واحده حبه بيضه وحبه صفرة، فبجيب ربع معلقه كركم على ربع معلقه بابريكا وشويه ميه صغيرين جدا، واحطهم خطوط كده بعد ما يتشرب تماما، واكون وطيت عليه وغطي عليه واسيبه بقى، ما اقلبوش خالص الا يعني بعد ما خلاص هبدا افرغ ساعتها ابدا اقلبه، فبيبقى واحده واحده. فانا علشان التوابل عندي اغلبها بودر مش حب، ما كانش عندي صحيح، فالرز ما كانش يعني ابيض فاتح،
كان لونه الابيض بهت شويه، فبعدين قلت هيبقى مش ظريف، فروحت بقى قبل ما يعني ما رضيتش اسيبه لحد ما يستوي تماما وينشف فيه لونه، يبقى جزء اصفر وجزء لونه اللي هو الباهت ده. قلت اقلبه كله في بعضه ويبقى كله اصفر زي بعضه خلاص، افضل من ان هو يبقى لون اصفر حلو وكهرمان كده ولون تاني ابيض باهت كده زي كانه اوف وايت. بس فانتوا لو تقدروا تجيبوا اللي عندكم متوفر نفس التوابل دي حب صحيحة كده افضل بكتير عشان الرز يفضل لونه حلو. هنا بقى بعد ما فرغت الاكل بعد 3 ساعات بالظبط طلعت اللحمة بتاعتي وكانت تحفة. وهنا الصوص اللي هو بيبقى معاه ده برضو خطير، بيبقى عبارة عن طماطم مبشورة معاها فصين توم معاها فلفل حامي، ولو في كزبرة خضرا حطوا منها كمان بتدي طعم حلو، بس ما كانش عندي برضو والدنيا برد بقى، فبصراحة ايه اللي موجود عملت بيه وكسلت انزل اجيب الحاجات الناقصة دي. وده بقى بيتاكل كده بالطريقة دي، بنحط الصوص مع الرز مع قطعة لحمة بقى الدايبة دي تحفة. اتمنى بقى الفيديو لو عجبكم تعملوا بقى لايك للفيديو وتعملوا لي متابعة عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا قوي، سلام عليكم.